اجانا سؤال من احد المتابعين، سؤال جدا ذكي راح يستفادوا من عنده الكل. رجاء انتبهوا لي. يقول لك انا اذا اكل بحجه انه انا اريد عضلات، بهاي الحاله الكميه راح اكلها من الممكن يصير عندي دهون. اذا اقلل من عندها العضلات مالتي شنو راح يصير بيها؟ راح تقل. زين انا احب اصلا اصعد بضخامه عضليه احنا نسميها كلين. حضرنا بالدفتر مالتنا الملخصات، سد الدفتر ونشرح بعض النقاط المهمة. أول النقاط المهمة، سعراتك الحرارية خلال اليوم من المفروض عليك أنت لازم تعرفها. مثلا مقرر أنه أنت باليوم 3000 سعرة حرارية، مع أنه أنت شنو تريد تسوي؟ الصعد وزن. أول ما أبدي أصعد وزن يعني عن طريق الغذاء مالتي من المفروض عليه 500 سعرة حرارية. هاي ال 500 سعرة حرارية أول شغلة أسويها كل ما قل وزنه وكثرت سعراته الحرارية. يعني من الممكن أفوت فواكه، الفواكه المجففة بها كمية سعرات حرارية، أو أفوت دهون صحية اللي هو الشف الواحد شوية شف معدل 500 سعرة حرارية من المكسرات. أقدر ألعبها بذكاء. إذا أني أول شغلة راح أسويها كل ما قل وزنه وكثرت سعراتها الحرارية. بالتالي شنو راح يسوي؟ التمرين مالتي راح اقوي، لازم شويه اقوي من كثافه التمرين حتى احرق لي شويه النوب اكثر سعرات حراريه. راح يصير عندي بالانس بين الغذاء وبين التمرين مالتي. اذا ما قويت التمرين اقوي الكارديو. وضروري جدا اللاكتو انزيم راح يساعدني جدا بهضم الغذاء الزايد اللي انا راح اكله. الجلوتامين يساعدني بحركه المعده والامعاء. الالفا لوبيك اسيد من المفروض عليه حتى الكربوهيدرات اللي موجوده اللي اكلتها هوايه تصعد قبل للعضلات. افوت من الممكن الاحماض الامينيه، افوت من الممكن البروتينات اللي تساعدني على الضخامه. بالتالي اهم شغله انا اسويها بالانس بين الغذاء وبين التمرين مالتي وبين المكملات الغذائيه. هنا أنا راح تحصل شنو؟ على ضخامه عضليه تخبل. ودائما انا اقول لكم صحصحوا وياي افيدك.